السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في المطابخ العصريه اللي كتعرفوا ان شاء الله بحول الله. عندنا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم واساسي، اغلبيه ديال الناس تلقاو المشاكل معاه. اللي بغى يصاوب الكوزينه وعنده الضاله ولا سميتو خصو يعرف الطرق باش غادي يخدم الكوزينه ديالو على حقها وطريقها باش ما يوقعش في الاغلاط، وفي الاخر يشوف لا كويزين ديالو كما بغى ان شاء الله بحول الله. صافي، نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم كاملين. ما تنساوش الاشتراك والتعليق وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله بحول الله. كما كتلاحظوا معايا هي لا كويزين عندنا موديرن عادي، يعني فيها الصندوق، ما فيهاش الضاله، صندوق. يعني لا كويزين هي درنا محطوط فوق منها الرخام. لا بالنسبه للصح ديالو كما كتشوفوا كل واحد يعني راه يطلع فوق منها ويتمشى فوق منها كما بغى. الصح الحمد لله راه كاين، غير هو بعض الاخطاء تيوقعوا فيها الناس اللي بغاو يصاوبوا لا كويزين ديالهم تيديروا الضاله. بزاف ديال الحوايج اللي هما كيخليو يعني الانسان باش يدير هاد الضاله هذه انه تيقول الصح الحمد لله راه كاين حتى في الصندوق. نطلع فوق منها وتشوفوا في هذه المساله هذه انه الصح الحمد لله كاين. المساله ديال الضاله كاين اللي كيدير الضاله ديالو الافان ما تيغطيش الضاله بالعود. فين كاين المشكل؟ انه الرخام خصو يخرج دوبني ديالو تقريبا بواحد 6 سنتيم باش تغطى الضاله بلو بوا ب 2 سنتيمتر، 2 سنتيم زائد لا فاصاد 2 سنتيم باش يجي الباب داخل تحت الضوبني ديال لا كويزين ديال باش ما يبان غير الضوبني ان شاء الله، يبان غير هذا الضوبني هذا. هذا هي النقطه اللي مهمه. نتمنى راه تيطيحوا الاغلبيه ديال الناس راه كيعيطوا عليا. تحياتي لكم كاملين المتتبعين الكرام. راه كاين لي كليون راه كيتصلوا بيا تيقول لك ودي راه عندي الضاله هذه شنو هذه، تنقول له ودي بالنسبه للضاله ها المشكل تلقاه بانه الرخام دايرو حاط الرخام ديالو في لا كويزين، هو مازال ما داير لا صندوق لا والو. ولكن ملي كتجي تتبغي دير ليه الرخامه تتلقى الرخامه كاينه هنا. في هذه الحاله خصها تحيد الرخامه، تنقص لا بيسور ديالها باش يتغطى الصندوق، باش الباب يطلع حتى لافان ديال الدوبلي باش باب لا كويزين نشوفها وحده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله بحول الله. في الايامات المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على نقطه واحده اخرى ان شاء الله بحول الله. نتمنى تتبعوا معايا. تحياتي لكم جميعا وحياكم الله جميعا.